سر الأيام الأولى. كيف بدأ الزمن قبل الشمس والقمر؟ قبل أن تشرق الشمس لأول مرة، وقبل أن يضيء القمر ليل السماء، كان هناك زمن لا يشبه زمننا، وأيام لا نعرف كيف تقاس. كيف خلقت السماوات والأرض في 6 أيام، قبل أن توجد الأيام أصلاً؟ وما معنى أن يكون يوم عند الله ك1000 سنة مما نعد؟ رحلة اليوم ستفتح لك الباب لمفاهيم تهز القلب قبل العقل، وتكشف سر الزمن عند الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لا يعرف الزمن إلا بحركة الشمس والقمر، فبهما تقاس الأيام والليالي. لكن قبل خلقهما، كانت الأيام تختلف تماماً عما نعهده. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لكنها ليست من جنس أيامنا، إذ كانت سابقة لوجود الشمس والقمر، مما يدل على أن الزمن مخلوق قدره الله بحكمة بالغة وفق نظام لا يعلمه إلا هو. خلق الله تعالى كل شيء بقدر، وجعل لكل مخلوق مرحلة وزمنا محددا، كما في مراحل تكون الجنين ونمو الشجرة، رغم قدرة الله على خلقهما بكلمة كن. وهذا يدل على حكمة إلهية تظهر نظام الكون وقوانينه. فالوقت نفسه مخلوق من مخلوقات الله، جعله سببا لحدوث الأشياء وفق سنن ثابتة، ومن ذلك خلق السماوات والأرض في أوقات محددة بقدر معلوم. قبل خلق السماوات والأرض، كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء كما جاء في النصوص الصحيحة. والعرش أعظم المخلوقات، وهو سقف العالم، لا يعلوه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء أن الكون محاط بالماء من كل جانب، وأن العرش فوق هذا الماء. وبعد خلق العرش والماء، خلق الله القلم وكتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ. بدأ الخلق بالأرض، فخلقها الله في يومين، ثم جعل فيها الرواسي وقدر أقواتها في يومين آخرين، فتم خلق الأرض في 4 أيام. ثم استوى سبحانه إلى السماء فسواها 7 سماوات في يومين، وزين السماء الدنيا بالنجوم. وبين أهل التفسير أن لكل أرض سماء تخصها، وأن ما نراه من نجوم وزينة إنما هو في السماء الدنيا فقط. الأيام المذكورة في خلق السماوات والأرض ليست من جنس أيام البشر، لأن اليوم عندنا مرتبط بشروق الشمس وغروبها. أما قبل خلق الشمس، فكانت الأيام مقيسة بحركة مخلوقات أخرى يعلمها الله. وقال العلماء إن تلك الأيام تختلف تماماً عن أيامنا، فهي أيام مخصوصة في نظام كوني سابق للزمن الذي نعرفه، مما يدل على عظمة الخلق وبديع تقدير الله في انتظام الكون. أشار القرآن إلى أن يوماً عند ربك ك1000 سنة مما تعدون، أي أن اليوم عند الله يختلف عن مفهوم اليوم عند البشر. وقد فسر ابن عباس وغيره هذه الآية بأن أيام خلق السماوات والأرض قد تكون من هذا النوع، مما يجعل 6 أيام 6000 سنة من سني الدنيا. وكل ذلك يبرز ضخامة الخلق وسعة الزمن في مقاييس لا يدرك كنهها إلا الله تعالى. يوم القيامة يوم عظيم، مقداره 50,000 سنة كما ورد في الآيات. يحشر فيه الخلائق من آدم إلى آخر البشر، ويحاسبون جميعاً. ويطول هذا اليوم على الكافرين والعصاة، بينما يخف على المؤمنين، فيكون كوقت بين العصر والمغرب. ويدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة، تخفيفاً ورحمة، مما يبين تمايز أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم. يخرج المؤمنون من قبورهم فيطمئنون بلقاء الملائكة التي تقول لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فلا يصيبهم الفزع الأكبر، بخلاف غيرهم من أهل الكفر والعصيان. ويطول على الكافرين وقوفهم وعطشهم وشدة حر الشمس. ثم يقضى بين الخلائق بالعدل، وتبدأ وفود المؤمنين إلى الجنة، بينما يمكث الآخرون في انتظار الحساب، في يوم واحد مقداره 50,000 سنة. يتبين من كلام العلماء أن خلق السماوات والأرض، وطبيعة الزمن قبل وجود الشمس والقمر، وأحداث يوم القيامة،
كلها أمور عظيمة تدل على قدرة الله وحكمته. فالأيام عند الله تختلف عن أيام البشر، والزمن بيده وحده. ومعرفة هذه الحقائق تعمق الإيمان وتزيد اليقين بعظمة الخالق وتمام تدبيره للكون من بدايته إلى نهايته. والحمد لله رب العالمين.